مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل الكريب الحلو. هنحشيه بالفواكه والكريم شانتيه او القشطة او النيوتيلا. تعالوا نشوف المقادير. كوباية دقيق ابيض 125 جرام، كوباية لبن، ومعلقة صغيرة فانيليا. مع الكريب الحلو بستعمل فانيليا، مع الكريب الحادق بستعمل فلفل اسود، وزيت هقلي بيه الكريب، معلقتين كبار سكر، 3 بيضات متوسطين او 2 كبار. تعالوا نشوف الطريقة. اول خطوة هعملها هضرب البيض. لازم اضربه في بولة سرعة عالي شوية عشان ما يتنطرش مني. وانا بضربه احط عليه السكر، اضربه كويس لحد ما يفور. زي ما احنا شايفين البيض فار خالص. هبتدي دلوقتي اضيف اللبن والفانيليا واضربها كمان لمدة دقيقة واحدة بس عشان اللبن يتقلب مع البيض. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق، بس مش مرة واحدة، شوية شوية كده، وطبعا السرعة تبقى هادية شوية. كده كفاية. زي ما احنا شايفين العجينة سايلة مش سميكة. وعلى طول دلوقتي ابتدي اسويها، ما سيبش البيض لحد ما يهبط، اسويها دلوقتي. هجهز المقلاية اللي انا هقلي فيها. هعمل المقاس الكبير، ممكن اعمل في مقلاية صغيرة قوي، لكن دي مقلاية متوسطة فهيبقى حجمه كبير شوية. وفي نفس الوقت هجهز طبق هحط فيه على طول اول ما اخلص، والمغرفة اللي هغرف فيها. المغرفة دي مقاسها حلو، مع كل واحدة املاها على الاخر. هولع النار الاول على متوسط. هنا ممكن اعمل بالسمنة او الزيت. انا هعمل بالزيت، هحط بس نقطتين كده واحاول الففهم في المقلاية، وكل مرة اخد مغرفة عجينة لازم اقلبها. استنى اول مره بالذات، استنى الزيت يسخن، بعد كده المقلايه هتسخن فمش محتاجه ان انا استنى. وبعدين اصب على طول مره واحده، وعلى طول الف الصينيه كده، اوزع العجينه بسرعه عشان خاطر هي بتجمد بسرعه قوي، بحيث انها تاخد مقاس المقلايه. لو في فتحات ممكن اسدها بنقطتين كده. هستنى نص دقيقه بس، وبعدين على طول اقلبها. اول ما الاقيها جمدت من فوق اقلبها على طول، واسيبها نص دقيقة تانية من الناحية التانية. هي كده استوت، اشيلها واعمل اللي وراها. احط برضو اقل من نص معلقة، واعمل كده مع الكمية كلها. الكريب خلص، عملوا تقريبا 7 وحدات من الكبار دول. وزعتهم كده عشان يبردوا شوية، بس مش هستنى عليهم كتير، هزواهم على طول دلوقتي وبعدين احطهم في التلاجة او اقدمهم على طول. لو سبتهم مدة طويلة ممكن ينشف، فيفضل ان انا ازواه دلوقتي واشيله في التلاجة. قبل ما ابتدي احشيه هجهز الطبق اللي انا هقدم فيه. هزوقها بالفواكه. هستخدم الموز والخوخ، الراسبيري اللي هو التوت. الموز والخوخ انا رشيت عليهم سكر بودرة عشان خاطر ما يسودش. ممكن احشيها بالمربى او النيوتيلا. وفي نفس الوقت هستعمل كريم شانتيه. كريم شانتيه ده انا جهزته من حوالي ساعة وحطيته في التلاجة. عبارة عن الكريمة اللباني، بحط عليه معلقة سكر وشوية فانيليا صغيرين، واضربهم بالمضرب البيض لحد ما يتحولوا لكريمة. هبتدي دلوقتي ازوق واحدة واحدة. هاخد واحدة واحدة. هلاقي الكريب ليه وشين، وش شبه سادة كده والوش التاني منقط. هحشيه من الوش ده لان عايزة الوش ده اللي يظهر.
الاول هحط سواء المربى او النيوتيلا او الكريم شانتيه الاول، وبعد كده احط الفواكه. هحط الكريم شانتيه في جزء في الجنب كده، مش في النص، وبعدين اوزع الفاكهه. بعد كده ابتدي اقفل عليها، الف كده، بس طبعا اكون حريصه لان الحشو ده طري قوي. وبعدين احطه في الطبق. عشان اعرف نوع الفاكهه اللي جوه ممكن احط شويه كده باينين. ممكن احط الجام. دايما النيوتيلا حلوه مع الموز. واحطها على طول دلوقتي في التلاجة عشان الكريم شانتيه ما يسحش، واطلعها ساعة التقديم. زي ما احنا شايفين الطريقة بسيطة وسريعة جدا، والحشو ممكن نغير فيه زي ما احنا عايزين. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.